وكم يعني انا مش عارفه اقول ايه بصراحه، بجد همجيه وموقف سخيف جدا جدا. م- مخلينا مكسوفين لهم سلف العالم اما يشاهد المنظر ده. وحتى برضو يا جماعة من خلال الفيديو اقتحموا الملعب أثناء المباراة. العالم ديت يعني تفتقد الأدب وتفتقد النظام. بجد بجد أنا منظر خلاني يعني بصت لهم بصت أسف. لدرجة يا جماعة إن الجماهير يعني عفوا الدول الأوروبية بترفض استضافتهم عندها. ليه الدول الأوروبية بترفض استضافة الجزائر بالذات عندها؟ علشان عارفين مدى همجيتهم، علشان عارفين قد ايه هم ما عندهمش نظام، علشان عارفين قد ايه هم ما عندهمش احترام للكرسي اللي هم جايين يقعدوا عليه ويشاهدوا المباراة. يعني توقع منهم اي حاجة. مثلا تلاقيهم في المدرجات عفوا في اللي انا هقوله، يعني خالعين ملابسهم وواقفين عراه من فوق وبيشجعوا. هل ده يعني تشجيع محترم؟ هل ده تشجيع اخلاقي ووعي؟ لا طبعا. طيب الدول الاوروبيه بتخاف تقبلهم، مش سامحه لهم حتى بس بالاستضافه. ده في حد ذاته بيدل ان هم عالم همج، عالم بيفتقروا حاجات كتير. وبصراحه يا جماعه برضو انا بشفق عليهم في حاجه كده. الناس ديت يعني انا مش هقول لك هم كسبوا، ده هم تعادلوا. انتوا تعادلتوا مع الاورجواي، ايه بقى الهتافات دي كلها؟ ده اللي فبيدل ان العالم ديت عندها حاله نفسيه، عندها افتقار. يعني بيفتقروا الفرحة وبيفتقروا البهجة أو أي لحظة حلوة. فبالتالي ده حصل منهم، ده حصل منهم. والموقف ده الكل بقى بيتفرج وبقى مكسوف لهم سلف. طبعا يعني مفيش مقارنة مع المنتخب المغربي، مفيش مقارنة نهائي نهائي نهائي. مفيش مقارنة مع المنتخب المغربي أو المغرب عامة. المغرب منتخب واعي وعارف هو بيعمل ايه كويس جدا. بنقارن لما بنيجي نقارن نقول مثلا ان الجماهير المغاربة بيهتفوا وبيشجعوا بس باحترام، بأدب. مفيش همجية، مفيش بلطجة، مفيش اقتحام للملاعب زي ما احنا شفنا بعينينا كده امام حضراتكم. ما شفناش الاقتحام ده نهائي الا مع الجزائر. اي اقتحام واي همجيه بتحصل يا جماعه ما بنشوفهاش الا مع الجزائر. وليه ده كله يحصل؟ يعني انا عاوزه اعرف ليه ده كله يحصل. وتخلونا كده يعني نشعر بالسخافه تجاهكم ونشعر بالاسف تجاهكم، والكل دلوقتي بيتفرج عليكم ويقول ايه العالم يعني اللي تفتقر الادب والاخلاق دي. العالم دي ما عندهاش اخلاق نهائي. العالم دي تفتقر الادب والاخلاق. الناس دي همجيين جدا جدا. الواحد يا جماعه بقى يخاف منهم شخصيا، ان هو مش شرط دول اوروبيه، ان هو يستضيفهم عنده في بلده. يعني تخيلوا كده مثلا احنا مستضيفينهم عندنا في بلدنا وحصل ان احنا كسبناهم. ياه، هيحصل منهم أسوأ من كده. ده هيبقى فيه تكسير وضرب حراس أمن وخلع ملابس وشتايم وخناقات وسب وقذف. حاجات كتير حاجات كتير بتحصل منهم أثناء الملاعب. وطبعا الإعلام الجزائري كالعادة بيبرر ويقول لك احنا شايفين ان الجماهير الجزائرية من حقها تفرح، الجماهير الجزائرية من حقها تعبر عن فرحتها. يا اخي يا سيدي الفاضل، من حقها تعبر عن فرحتها بالادب، تعبر عن فرحتها بالاخلاق، تعبر عن فرحتها انها ما تتعداش يعني الحاجة المطلوبة. انا دلوقتي رايح اتفرج اشجع باحترامي، مش اقتحم الملعب واجري واهلل وابقى خالع هدومي واهتف وممكن اغلط في الفريق التاني. الناس ديت يا جماعه لسانها طويل، والله العظيم بجد العالم دي لسانهم طويل جدا 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 جدا. وفي نفس الوقت ما بيكسفوش وما بيختشوش وما بيعترفوش بغلطهم نهائي. يعني هات لي واحد جزائري كده طلع في مره وقال احنا غلطانين في كذا. ده الاعلام نفسه بيبرر. انتم واخدين بالكم يا حضرات؟ الاعلام الجزائري نفسه بيبرر، يعني ما عندوش مشكله من اللي حصل.
ما عندهوش مشكله من اللي حصل، ما عندهوش مشكله ان هم يقتحموا الملاعب ويجروا كده ويبقى فيه همجيه ويبقى فيه قله احترام وادب بهذا الشكل وهذا المنظر. لا، عندهم ده عادي، وده نوع من انواع ممارسه الفرحه، وان هم فرحانين بالتعادل. يعني لو كسبوا كانوا اقول ايه، بس كانوا خلعوا النجيله بتاعت الارض. دي حريه، وهم ما اخطاوش في حق حد. لا بس خليتوا شكلكوا زباله قدام الناس. ما اخطأتوش في حق حد، بس الاقتحام في حد ذاته ده غلط. انا والله العظيم ثلاثة ما بطبل ولا بكده. انا عمري ما شفت الجماهير المغاربة في منتهى الهمجية دي بجد. انا اسفة على المقارنة كمان، ولكن عمري ما شفت يعني جمهور في رزانة وادب واخلاق على الجمهور المغربي. والله العظيم بيبقى قاعد كده راسي وثابت كده في موقفه، وقاعد بيشجع باحترام. حتى لو هيشجع ويهلل، ما بيخلعش هدومه وما بيعملش اللي انتوا بتعملوه دوت وبيسيبش الكرسي بتاعه ويتنطط كده في قلب الملعب. دي في حد ذاته همجية، وده في حد ذاته عدم احترام للمكان. الناس دي ما بتعملش كده. فطبعا انا اسفه على المقارنه، المغاربه لا يقارنوا باحد. فطبعا ده كان موقف سخيف منكم يا جزائريين كالعاده، واتمنى انكم تتعلموا من هذا الخطأ، لانكم فضحتوا نفسكم وكسفتونا امام العالم. تابعوا الفيديو للنهايه، اشوفكم على خير. بالله عليكم حطوا لي لايك واشتركوا في القناه. فضل امرك. صلوا على سيدنا النبي.